يعني ده جه زق اللي كان ده كان قدامه، ماشي وده كان جاي وراه داخل فيه. يعني ده ليه باقي الناحية التانية لسه؟ لسه جاي وراه. يعني قطر دخل في قطر. منذ قليل تم تداول خبر حادث قطار منوف، وإليكم تفاصيل خروجه عن المسار في محطة قليوب. شهدت محطة قطار قليوب منذ قليل حادث خروج قطار عن مساره، ونتج عنه وقوع وفيات ومصابين. وقال أحد الركاب إن القطار يحمل رقم 557 والذي خرج من محطة مصر في تمام الساعة 7 مساء، لافتا إلى أن سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة عند دخول محطة قليوب، حيث فوجئ الركاب بدخول محطة قليوب دون تهدئة، مما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدم بالصدادات، مما نتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب. وعلى الفور دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق وأوناش الإنقاذ إلى موقع الحادث لرفع الآثار الناجمة وعودة الحركة إلى طبيعتها، ودفع مرافق الأسعاف بمحافظة القليوبية ب7 سيارات إسعاف للمشاركة في نقل وبكده مصابي كنا قلت حادث تصادم لحضراتكم بعض قطار التفاصيل بالرصيف والمعلومات المتجه المتاحة من حتى محطة الآن رمسيس حول منوف، الحملة التي تقوم وأسفر بها دولة ذلك عن العراق إصابة 7 لمجابهة أشخاص المحتوى جاري الهابط. نقلهم ده من كان فيديو مستشفيات النهاردة، قليوب، وأشوفكم إن شاء الله في وجاري فيديو حصر جديد. باقي لكم المصابين السلام وأسباب عليكم ورحمة وملابسات الله وبركاته. الحادث. وتلقت الأجهزة الأمنية بقليوب إخطار بخروج قطار المتجه من محطة رمسيس لمنوف بخروجه عن مسار بمحطة قليوب البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجاري حصر أعداد المصابين وكشف تفاصيل الواقعة. وأشار مصدر بمحافظة القليوبية إلى أنه فور اختارهم بالواقعة انتقل على الفور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمكان الحادث لكشف بيان الحادث والإعلان عن كافة التفاصيل. وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل المتاحة حتى الآن حول حادث قطار قليوب الذي وقع منذ قليل. خالص العزاء لأسر المتوفين، كل التمنيات بالشفاء للعاجل للمصابين. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.